في الحلقة دي هقول لكم على سر من أسرار إدارة الديون. ليه لازم نعرف أنواع الديون؟ مش لما تقول لنا إيه هي أنواع الديون أصلا؟ ما أنا شرحتها بالتفصيل الحلقة اللي فاتت، أنت ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش. طب ما تروح تشوفها وسيبنا نكمل الحلقة. تعالوا نشوف. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة. خلينا احكي لك حاجة، احنا طول الوقت بنتعامل مع فلوس، بنشتري، بنقسط، بنستخدم الكريدت كارد، بناخد قرض او حتى بنستلف من قريب او زميل او صاحب. يعني فكرة الدين حوالينا حتى لو احنا مش واخدين بالنا. في الحلقة اللي فاتت فرشنا الارضية وشرحنا انواع الديون خطوة خطوة علشان الصورة تبقى واضحة. النهاردة بقى هنمشي خطوة قدام، بدل ما نقف عند ايه هي انواع الديون هنفهم ليه اصلا معرفة الانواع دي مهمة، وازاي بتغير طريقة اختياراتنا وسدادنا وحياتنا المالية كلها. في كام دقيقة هنحط قواعد عملية ونطلع بادوات تمشي بيها من بكرة بلا تعقيد بلا فزلكة. جاهزين؟ يلا ندخل في الجد. معرفة نوع الدين بتساوي معرفة الطريقة للتعامل مع هذا الدين، سواء كنا مدينين بالفعل أو بنحاول نتفاداه ونتقي شره. نفهم من كده يعني كل نوع دين ليه طريقة تعامل مختلفة، ومعرفتك بالنوع بتوفر عليك فلوس ووقت وقلق. وإلا لو أنت مش عارف نوع الدين اللي عليك هتتعامل معاه إزاي؟ أول استفادة هتستفادها من المعرفة دي هي تقليل التكلفة الحقيقية للدين. لو فهمت الفرق بين دين بفايدة عالية ودين بفايدة منخفضة، وبين دين متجدد زي بطاقة الائتمان ودين ثابت زي القرض الشخصي، هتعرف تختار الأرخص على المدى الطويل بدل ما تبص للقسط الصغير وتتفاجئ في الآخر إن المجموع طلع أضعاف. ومش هتعمل زي الأستاذ محمود اللي أخد قرض شخصي ب200,000 جنيه بفايدة سنوية 21% علشان يشتري عربية، وهو فاكر ان القسط الشهري مناسب لمرتبه، لكن بعد 3 سنين اكتشف انه دفع 42,000 جنيه فوايد زيادة. لو كان الاستاذ محمود يعرف ان في قرض سيارة بفايدة 14% كان وفر 42,000 جنيه دي. تاني استفادة هتستفادها من معرفتك بأنواع الديون إنك هتختار المنتج المالي اللي يناسبك. في ديون مضمونة زي قرض الشقة أو البيت، وفي ديون غير مضمونة زي بطاقة الائتمان. لو عرفت الأنواع وعرفت إن الديون غير المضمونة بتبقى خطورتها أعلى لأن فوايدها أعلى، هتعرف تختار الأأمن والأرخص لحالتك، وتعرف إن مش كل الاحتياجات بتتسدد بنفس الأداء. وأكيد مش هتعمل زي الأستاذة منى اللي احتاجت 40,000 جنيه عشان تجدد شقتها، فاستعملت الكريدت كارد وسحبت المبلغ كاش ادفانس بدون ما تعرف انها اكتر انواع الفوائد غلاء. فوائدها ممكن تتعدى 30% سنويا. لو كانت تعرف ان القرض الشخصي او القرض بضمان شهادة او وديعة ارخص بكتير كانت وفرت الاف الجنيهات. تالت استفادة هتمنع الفخاخ قبل ما تقع فيها. في انواع ديون متغولة بتاكل الدخل بسبب رسوم وفوايد مبالغ فيها. معرفة النوع بتخليك تشوف اليافطة الحمراء من بدري. هنا خطر، لف وارجع. ومش هيحصل معاك زي ما حصل مع ابراهيم كان عايز يشتري تليفون ولقى عرض مغري بيقول اول قسط بعد 6 شهور. ما كانش يعرف ان النوع ده من التمويل فيه فوائد مؤجلة بتتحسب من اول يوم حتى لو مش بتدفع دلوقتي. النتيجة سعر الموبايل زاد عن سعره النقدي ب45% تقريبا. رابع استفادة أو رابع سر من أسرار معرفتك بنوع الدين هو إنك تخطط للسداد بذكاء. لما تعرف نوع الدين هتعرف تطبق الاستراتيجية الصح للسداد. لو ديون بفايدة عالية هتستخدم طريقة الافالانش وهتبدأ بالأعلى فايدة علشان توفر، ولو محتاج دفعة نفسية هتستخدم طريقة سناو بول وهتبدأ بالأصغر قيمة علشان تحس بتقدم سريع. المهم إنك مش هترمي فلوسك
عشوائي، انت عندك خطة راكبة على نوع الدين. وبالمناسبة احنا شرحنا الطريقتين دول بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، لازم تعرفهم عشان ما يحصلش معاك زي ما حصل مع الأستاذ رأفت. الأستاذ رأفت كان عنده 3 ديون: بطاقة ائتمان بفايدة 28%، وقرض شخصي بفايدة 19%، وقرض تعليم بفايدة 12%. بس الأستاذ رأفت كان بيسدد القرض التعليم الأول لأنه أصغر، وما كانش فاهم إن الفوائد الكبيرة بتاكل أغلب دخله. لو كان يعرف استراتيجية الأفالانشي كان سدد الكريدت كارد الأول، وكان وفر شهور من السداد وآلاف الجنيهات. خامس سر: هتعرف تتفاوض احسن. لو عارف نوع دينك هتعرف تطلب ايه من البنك او الشركة: تقسيط مختلف، او اعادة تمويل، او الغاء رسوم، او اعادة هيكلة، او تحويل لمنتج ارخص. اللي عارف انواع الديون بيبقى لسانه طويل بحق، مش زي الأستاذ هاني. الأستاذ هاني اللي كان عنده دين من قرض تجاري بفايدة 20%، وما يعرفش إنه ممكن يطلب إعادة تمويل أو تحويل القرض لقرض بضمان عقار بفايدة 12%. قعد 3 سنين يدفع فوايد مضاعفة لأنه مش عارف إن نوع الدين بيأثر على قدرتك في التفاوض. السر رقم 6: هتفرق بين دين يبنيك ودين يستنزفك. مش كل الدين سيء، اللي بيمول تعليمك او مشروعك ممكن يزود دخلك بكرة، بس دين الاستهلاك غير الضروري بيشفطك النهاردة وبكرة. المعرفة بنوع الدين هنا بتميز الاستثمار من الاستنزاف، والأستاذة منى كانت تتمنى تعرف الكلام ده قبل كده. منى اتدينت ب60,000 جنيه علشان تشتري تلفزيون وشوية أساس بالقسط، وفي نفس الوقت رفضت تاخد قرض تعليمي عشان تكمل دراستها. النتيجة بعد 2 سنين التلفزيون قيمته 0 وهي لسه بتسدد، بينما فرصة التعليم وزيادة دخلها ضاعت. سابع سر: انك لما تعرف نوع الدين هتقلل التوتر وتزود سيطرتك. الخوف بيجي من المجهول. لما تبقى عارف نوع الدين وحقوقك والتزاماتك القلق بيقل وقراراتك بتبقى هادية وواعية، مش تبقى زي خالد اللي كان عايش في رعب. خالد عنده 4 انواع من الديون لكن ما كانش فاهم ايهم اخطر او اولى بالسداد. كل شهر كان بيعيش في قلق وتوتر لانه مش عارف مين يلحقه الأول. لكن بعد ما فهم الأنواع والفوائد قدر يحط جدول سداد، وأول شهر يحس إنه بدأ يتحكم في الموقف، والقلق والتوتر قل بنسبة كبيرة قوي. عشان بعد كده لو حد قالك ما هي كلها ديون وخلاص قول له لأ. زي ما أنواع الأدوية مختلفة الديون برضه مختلفة، وكل واحد ليه علاج مختلف. الفكرة في المهارة في التعامل، مش إنك بتسدد فلوس وخلاص. كلهم بيتشابهوا بس في الكلمة دين، لكن التكلفة والمخاطر والقواعد والسداد كلها بتتغير على حسب النوع. والمعرفة دي اللي بتحولك من مستهلك لمدير مالي لحياتك. ابدأ بخطوتين: اكتب ديونك، النوع، الفايدة والمدة. اختار استراتيجية سداد مناسبة لديونك، وشوف تقدر تتفاوض على ايه. المعرفة مش رفاهية، دي تأمين مالي. لما تفهم أنواع الديون بتوفر فلوس وبتتجنب فخاخ وبتحط خطة واضحة. وفي الحلقات الجاية هيكون في أسرار ومفاجآت محدش هيقولك عليها. استنونا في الحلقة الجاية، موضوع جديد ومفاجآت جديدة. هنتعلم حاجات أكتر في حياتنا المالية عشان نكون دايما في أمان وتبقى دايما فلوسك تحت السيطرة.